متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، نشرت جريدة هسبريس الإخبارية خبرا قبل لحظات قليلة فقط تقول فيه على أنه سقطت 4 قذائف أو 4 مقذوفات قرب أسرد، وأسرد موجودة بالقرب من المنطقة العازلة وبالقرب من الحزام الأمني المغربي. وقال جريدة هسبريس على أن هذه عملية إرهابية جديدة لمرتزقة البوليزاريو، في حين لم تتأكد هذه الأخبار من أي مصادر أخرى سوى جريدة هسبريس التي نشرت هذه الخبر. وإن كان هذا الخبر صحيح، فإن هذه العملية الإرهابية مجددا جاءت من موريتانيا، من شمال موريتانيا، لأن أسرد قريبة جدا من موريتانيا. على كل، إذا صحت هذه الأنباء فيجب أن نتحول للسرعة القصوى في مسألة إنهاء المنطقة العازلة. هذه المسألة راه أكثر من شهر الآن وأنا كنتكلم عليها. إنهاء المنطقة العازلة مسألة محتومة، ويجب أن نتجه للسرعة القصوى لإنهائها، بناء المعبر الجديد وكذلك الطريق اللي تحدث عليها خلال الأيام القليلة الماضية. هذا بطبيعة الحال إن صح الخبر. أنا حسب المعلومات اللي عندي، وهو أن بعد انتهاء المناورات العسكرية ديال القوات المسلحة الملكية المغربية في المنطقة الشرقية اللي تحدث عليها قبل أيام، غادي تبدأ أو بدأت بالفعل مناورات عسكرية أخرى ديال القوات المسلحة الملكية المغربية في المنطقة الجنوبية، وأسرد من بين المناطق اللي غادي تشملهم هذه المنطقة. فاحتمال كبير على أنه تكون هذه يعني الأصوات اللي تسمعات ولا ما إلى ذلك جزء من المناورة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بالذخيرة الحية. ولكن حتى الآن بطبيعة الحال لا يمكننا جزم أو تأكيد أي خبر أو أي نبأ، لأن حاليا المصدر الوحيد اللي كاين هي هسبريس، هي اللي نشرت هذا الخبر. غادي نستناو بطبيعة الحال إلى يوم غد ونشوفوا إذا تأكد هذا الخبر من مصادر أخرى، أو إذا نشرت الصفحة الرسمية ديال القوات المسلحة الملكية المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي تكذيب لهذا الخبر الذي نشرته هسبريس. إلى ذلك الحين متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.